السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اخواتي معايا في فيديو جديد. غبرت عليكم هاد المره ياك. المهم توحشتكم بزاف، جيت اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي مفيد بزاف والله العظيم. الا واحد الوصفه اللي غنبارطاجي معكم اليوم غزاله بزاف بزاف بزاف. هذه راه وصفه فعاله للحلاقب، وصفه باذن الله تعالى اللي غادي تهنيك من الحلاقم بصفه نهائيه. ما غتعاوديش تقلبي على شي دواء ولا شي وصفه من بعد هذه باذن الله تعالى. خصكم غير تتبعوا الطريقه اللي غادا نقول لكم. كيف ما كتشوفوا عندي مكون واحد اللي هو الحامض. كتاخذوا واحد الحوامضه اللي تكون هكذايا فيها شويه ديال الماء، يعني ما تكونش ناشفه. مؤخرا وليت يعني وقت ما هضرت هكذا مع شي صاحبتي في التليفون ولا مع شي شخص من العائله كنلقاها كلشي مريض، كلشي كيشكي بالراس، الحلاقه، بعد الريح هذا يعني. وكان بارطاجي معهم هذه الوصفه هذه هكذا في التليفون، وانا تجيني الفكره قلت انا اصلا شحال هذه ما حطيتش شي فيديو، علاش ما نبارطاجيش مع الناس كاملين هذه الوصفه هذه وتعم الفائده، وان شاء الله كلشي يستافد وكلشي يتعالج. وكنتمنى اللي شاف هذه الوصفه هذه بارطاجيها مع الناس اللي كيعرف اللي يعني مراد، والناس حتى الناس اللي ما مراتش، يعني اي واحد ممكن تصيبوا هذه الحمى هذه وهذا في هذا الفصل هذا ديال البرد. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذه الوصفه حيت راها فعاله بزاف بزاف والله العظيم، الا وصفه خطيره للحلاقم. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا خديت واحد الموس وغادي نقطع هاد الحامضه هكذا. كتاخذوا منها غير شي طريف صغير، كتجيبوا شي كويس بحال هكا وغادي نعصر فيه هكذا واحد الكميه. كتعصروا المهم قياس هكذا شي 2 معالق كبار كذا، ولا المهم شي 2 معالق كبار يكونوا عامرين، ما غنحتاجوش شي كميه كثيره. صافي انا غنكتفي بهذا القدر هذا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هكذايا ماشي بزاف. المهم بالنسبه لطريقه الاستعمال، اذا كانت عندك شي شوكه ديال الحنه غادي تجيبيها غادا تستعمليها. شوكه الحنه راه كدير غير 3 ديال الدراهم، كتجيبوها كتحيدوا لها داك الراس الرقيق ديالها وكتستعملوا غير هذيك الشوكه. ياك ما كانش عندك الشوكه ديال الحنه انا غنوريكم البديل ديالها. غتاخذوا غير شويه ديال القطن، كتاخذوا واحد الطريف ديال القطن غير شويه. هادشي هذا راه بزاف. هانتوما غناخذوا هاد القطن وكتغطسوه في هذاك الحامض حتى كيشرب مزيان هذاك الحامض. وكتحطي راسك فوق شي مخده، كتكاي كتحطي راسك فوق شي مخده وكتاخدي هاد الحامض هذا. يا اما كيقطروا لك شي حد، يا اما كتقطريه غير بوحدك ماشي مشكل. كتقطريه فين؟ كتقطريه في نيوفك. هاد الحامض كتقطري شي 3 هكذاك تقريبا، شي 3 حتى ل 4 ديال القطيرات في نيفك. في واحد الجهه راه كتحسي بيه كيهبط لك مباشره على الحلاقم. غير صبروا ليه في هذيك اللحظه واحد 2 ثواني ولا 3 راه كيفوت هذيك، حيت راه كيهبط مباشره على الحلاقم. كتحسوا بهذاك الشياط في الحلاقم ديالكم، كتحسوا بالحريق. كثر الا كانوا الحلاقم مراد بزاف، يعني الحلاقم مقيحين، راه هاد الوصفه خطيره بزاف. راه كيهبط لكم هذاك الحامض على الحلاقم مباشره وكيشوطهم وكيبريهم. كتقطري كيف ما قلت لك في واحد الجهه، في نيفك، وكتخليه واحد شويه وعاوتاني كتمشي تقطري في الجهه الاخرى، حيت كل جهه كتهبط لينا على واحد الجهه ديال الحلاقه. فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم؟ راه هاد الوصفه خواتاتي والاخوان، المهم انا غير ولفت كنقول اخواتي في الفيديوهات ديالي، دائما كنقول اخواتي حيت هاد الوصفه راه كتصلح للنساء والرجال، يعني اي واحد يقدر يستعملها. وحتى الاطفال يعني يقدروا يستعملوها، ما يكونوش صغارين بزاف حيت ما غيقدروش، هي راه ما غضرهمش، ولكن ما غيقدروش على داك الشياط. حيت راه فاش كيهبط هذاك الحامض على الحلاقه راه كتحسوا بواحد الشياط في هذيك اللحظه، واحد الحريق. ولكن راه دغيا كيفوت، وراه من بعدها سبحان الله العظيم لا غد ليه كتحسي كتنوضي الصباح كتلقاي كتحسي بحلاقمك صافي براو. ما بقاوش كيضروك بصفه نهائيه، ما كيبقاوش منتفخين، ما كيبقاوش مقيحين، ما كيبقاوش يعني كيعطيوك هذاك الصداع. كديري هاد الوصفه بالليل كتنعسي لغد ليه الصباح سبحان الله العظيم كتلقايهم ولاو بخير والله العظيم البنات. ولاي شخص كيشوف هذا الفيديو هذا، هاد الوصفه راه مجربه
مجربه مني انا شخصيا ومجربه من بزاف من الناس من عائلتي. وهذا ما كان. بارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده للجميع. الله يجازيكم بخير وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.